السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنيجي نعمل بقى النجرسكو بس بطريقة حلوة جدا ويا رب تعجبكم. ويلا بينا ندخل في الموضوع. في مية مغلية على النار هنبدأ نسقط المكرونة. هنعمل المكرونة الاسباجيتي. حطينا المكرونة بتتسلق على النار زي ما انتوا شايفين كده سلقت المكرونه الاسباجيتي، وهنبدا بقى نقطع في الصدور بتاعه الفراخ. بنبدا نقطع الصدور مكعبات علشان تحسي بطعم الفراخ جوه المكرونه، مش مكعبات كبيره، مكعبات صغيره كده. احنا قطعنا البانيه كله مكعبات زي ما انتم شايفين كده، ومعايا بصل مفروم وفلفل الوان مفروم برضو. حطيت معلقه سمنه على النار، وهنبدا بقى ننزل بالبصل والفلفل الالوان والبانيه. ننزل بالبانيه مع البصل والفلفل الالوان. هنبدأ نشوحها كده على النار. ده بقى ننزل بالبهارات. هننزل الاول بالملح وفلفل اسود حبة بهارات طبعا. لو انت عايزه تحطي قرفه حطي برضه، مفيش مشكله. انا بحط حبه كمون لان انا بحب الكمون في اي اكل بصراحه. احبهم، الريحه تحفه تحفه تحفه. جربيها بالطريقه دي هتعجبك. انا بعملها مفرومه برضو وكل حاجه، بس الطريقه دي عجبتني. هنحط معلقه صلصه، الخطوه دي اختياري، لو انت مش عايزه تحطي صلصه ما تحطيش. نعمل البشاميل. حطينا 3 معالق زبده، هنحط عليهم 3 معالق دقيق. قد ما هتحطي الزبده قد ما هتحطي الدقيق، سمنه او زبده. بسم الله الرحمن الرحيم. البشاميل سهل جدا يا بنات، يعني في ناس بتستصعبه. حطينا 3 معالق دقيق اهو. هنبدأ نقلب. الريحة فظيعة. احنا بنقلب الدقيق علشان خاطر يحمر في السمنة، وبعد كده هنضيف اللبن يكون ساقع مش سخن. يعني تكوني جبتي لبن وبردتيه، غليتيه وبردتيه وتبدأي تضيفيه. هنبدأ نضيف اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. مع التقليب، يعني انا بضيف اللبن ودي التانية بنقلب بالمضرب. بسم الله الرحمن
الرحيم. هنحط مكعب من المرقه ونبدأ تقلبيه وتحطي حبة فلفل اسود، تبدأي تقلبيه لحد لما السمك بتاعه يتقل شوية صغيرين، مش عايزين سمك تقيل قوي. بس كده تمام جدا. شايفين سمكه عامل ازاي؟ هو ده السمك اللي احنا عايزينه. بتبدأي بقى تشوفي لو هو محتاج ملح بسيط خالص بتحطي صينية، وبحط فيها معلقة كده من البشاميل. في المكرونة بيبقى زي الجزء اللي فوق، وبيعمل كمان طبقة عازلة عشان ما يلزقش. ده عشان الناس اللي بتعمل في حاجة مثلا ألمونيوم او كده. المكرونة بتاعتي برضو بحط عليها كبشة او معلقة من البشاميل، نبدأ نقلبها في بعضها كده. ونبدأ بقى نحط المكرونة جوه الصينية. بسم الله الرحمن الرحيم. تحطي نص المكرونة وتسيبي النص التاني. نزلنا بالفراخ ونبدأ نوزعها، وهنبدأ نحط الجزء التاني من المكرونة بنوزعها برضو بالشكل ده. ننزل بالبشاميل. هحط كبشة واحدة بس كده عشان هحط جبنة بعدها. لو عندك جبنة موتزاريلا او اي نوع جبن ممكن تحطيه. انا هحط برضو لسه عليها طبقة من البشاميل عشان الموتزاريلا ما تتحرقش. الزيتون برضو هوزع عليهم. وهننزل باخر حبة بشاميل عندنا. كده احنا وزعنا البشاميل في الصينية. هنبدأ بقى نحطها في الفرن على درجة حرارة 180. هنحطها تحت الاول، وبعد كده لما تحمر نعرف ان الجوانب بتاعتها احمرت هنبدأ نحطها تحت الشواية علشان الوش كمان يحمر. وادي كده شكل الصينية لما خرجت من الفرن. شايفين الجمال؟ بتتكلم عن نفسها. نبدأ نقطعها بقى ونقدمها. ودي المكرونة بعد ما غرفناها. شايفة الجمال؟ شايفة البشاميل المتماسك عليها ازاي ومع الجبن؟ شايفة؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني هي بتتكلم عن نفسها. وكده فيديو النهارده يكون خلص. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.